بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الاريز والمالتي دايمنشنال اريز. في الحلقه دي هناخد مثال جديد على المالتي دايمنشنال اري، هنشوف مثال على التو دايمنشنال اري ونحاول نطبق عليه باستخدام الجافا. في الحلقه دي هنحاول نحل مساله ماتريكس مالتيبليكيشن. ماتريكس اللي هي المصفوفات اللي احنا خدناها في المدرسه. لو عندك مصفوفه زي ديت، مصفوفة نفترض ان هي مصفوفة مربعة. خلينا نتخيل ان انا هضرب مصفوفتين مربعين. يعني ايه مصفوفة مربعة؟ يعني عدد الصفوف قد عدد العواميد. فهنا مثلا الماتريكس دي فيها 3 صفوف وفيها 3 عواميد، ممكن يبقى فيها صفين وعمودين وهكذا. عدد الصفوف بيساوي عدد العواميد. هضربها في ماتريكس تانية، في مصفوفة تانية بنفس السايز، فيها برضو 3 صفوف و3 عواميد. المفروض نتيجة ضرب 2 مصفوفتين بيطلع لي في الآخر مصفوفة تالتة. طيب طبعا احنا شايفين ان كل مصفوفة من دولت عبارة عن ماتريكس. الماتريكس دي ممكن نمثلها كأنها 2 dimension array. array ليها dimension هنا 0 1 و2 اللي هو الروز، والكولومز فوق 0 1 و2. فلو قلت مثلا دي اسمها x ودي اسمها y، ماتريكس دي اسمها x والماتريكس دي اسمها y، هلاقي هنا ان مثلا x اوف 0 و 2 هيبقى مين؟ x اوف 0 و 2 يبقى 10. لو قلت x اوف 2 و 1 يبقى x اوف 2 و 1 اللي هي التلاتة. وماتريكس تانية y برضه نفس الكلام، فيها 0 1 2 روز والكولوم 0 1 2. المفروض ان نتيجة ضرب المصفوفتين دولت هتطلع لي برضه ماتريكس تالتة بنفس الدايمنشن، برضه 3 في 3 روز و3 كولومز، فيها برضو 0 1 2 و 0 1 2 في الروز وفي الكولومز. طيب ازاي بقى نطلع الماتريكس ديت اللي هي حصل ضرب الاتنين ماتريسيز اللي فوق؟ قال لك شوف دلوقتي انت مثلا هتمسك تجيب الاليمنت ده. الاليمنت ده رقم كام في الماتريكس واي اللي هي ريزلت، او الماتريكس زد، سوري خلينا نسميها زد الريزلت. انت عايز تجيب 0 و 0، يبقى تاخد الرو رقم 0 في الماتريكس الاولى مع الكولوم رقم 0 في الماتريكس التانية. يبقى هناخد الرو رقم 0 مع الكولوم رقم 0 من الماتريكس التانية، وتضربهم في بعض. تضرب element الخمسة تضربها في الواحد، والستة تضربها في العشرة، والعشرة تضربها في الزيرو، وتجمع الأرقام دي كلها. فأنت المفروض تضرب 5 في 1 بكام؟ ب5، زائد 6 في 10 يعني زائد 60، زائد 10 في 0. طبعا 10 في 0 ب0، و5 في 1 ب5، و6 في 10 ب60، يبقى المجموع 65. يبقى الاليمنت اللي في 0 0 في الاري زد اللي هي حصل ضرب الاتنين ماتريسيز هو 65. طيب عايز تجيب بعد كده الاليمنت اللي وراه 0 و 1، يبقى هتاخد الرو رقم 0 في الماتريكس الاولى والكولوم رقم 1 في الماتريكس التانية. وهتيجي هنا تاخد الكولوم رقم 1 في الماتريكس التانية. انت بتيجي تشوف انت عايز تجيب الاليمنت اللي في المكان كام، اللي في الرو 0 والكولوم 1، يبقى تاخد الرو من الماتريكس الاولى والكولوم من الماتريكس التانية. يبقى تاخد الرو ده من الماتريكس الاولى والكولوم ده من الماتريكس التانية، تضربهم في بعض نفس الطريقة. 2 في 5 ب10، زائد 6 في 20 ب120، يبقى كده 130. 130 و50 اللي هي 10 في 50 يبقى 180. يبقى الاليمنت ده ب180. حاصل ضرب الاليمنت ده فين؟ في الرو 0 والكولوم 1. يبقى تاخد الرو 0 مع الكولوم 1 وتضربهم في بعض. طيب الاليمنت 0 و 2، 0 و 2 انا ده في 0 و 2، يبقى هاخد الرو 0 والكولوم 2. هاجي هنا اخد كولوم 2 مع الرو 0 واضربهم في بعض برضه نفس الطريقة. 5 في 0 بصفر، 6 في 30 180، 180 و10 يبقوا 190. يبقى هنا 190. نيجي بعد كده نخش على الاليمنت ده كام؟ 1 و0، يبقى انا هاخد الرو رقم 1 مع الكولوم رقم 0 ونضربهم في بعض. 20 في 1 ب20، 0 في 10 ب0، 1 في 0 ب0، يبقى النتيجة هنا
20 وهكذا. هتيجي كل إيليمنت وتاخد شوف هو في الرو كام والكولوم كام، وتاخد الرو من الماتريكس الأولى والكولوم من الماتريكس التانية وتضربهم في بعض. فهنفضل نكرر العملية ديت على بقية الإيليمنتس كلها لحد ما نجيب بقية الإيليمنتس كلها، وتبقى هي ديت الماتريكس زد نتيجة حاصل ضرب الاتنين ماتريسيز اكس وواي. طيب كده احنا عرفنا مسألة، تعالوا نروح بقى نكتب لها الكود بتاعها في الجافا. واضح ان انا هكون عندي اتنين عندي array to dimension اللي فيها الانبوت اكس وarray to dimension اللي فيها الانبوت واي. فهاخد الاول من اليوزر السايز بتاع الماتريكس بتاعتي، مثلا لو قال لي 3 فيبقى هعمل array to dimension 3 في 3 وarray to dimension تانية 3 في 3 وarray to dimension هي الاوتبوت زد 3 في 3. يبقى واضح ان انا اول هعمل 3 arrays كل واحدة فيهم 2 dimension، وبعد كده هبدأ اعمل لوب بحيث ان اجيب element جوه الماتريكس زد. فهمشي لوب برو وجوه اللوب ده هعمل لوب تاني عشان امشي على كولوم. انا عملت ايه لما جيت احل المسألة؟ جبت 0 0 0 1 0 2، يبقى كده جبت الرو الاول كله، وبعد كده جبت 1 و 0 1 1 1 2، يبقى كده جبت الرو التاني كله، بعد كده 2 و 0 2 1 2 2، يبقى كده جبت الرو التالت كله. فواضح ان هيبقى في لوب بيلف على اللوبس على الروز، وجوه كل رو لوب تاني بيلف على الكولومز. طيب انا عايز اجيب حاصل ضرب الاليمنت اللي في مكان معين، اللي مثلا في 2 و1 ال 64 دي جبتها ازاي؟ جبت الرو، انا شفت 2 و1 يبقى هجيب الرو رقم 2 مع الرو رقم 1 وهضربهم في بعض، واجيب المجموع. طيب تعالوا بقى نروح للكود ونبدأ نكتب الكود. اول حاجة هنعملها هاخد السايز بتاع الماتريكس وهحضر التلاتة اريز. هنا جينا خدنا عملنا input وخدت فيه قلت له دخل الماتريكس سايز، فدخلت السايز بتاعي وليكن 3. ساعتها بقى هعمل التلاتة arrays بتوعي 2 dimension. فهعمل اول حاجة array 2 dimension اسمها x اللي هيبقى في الانبوت الاولاني، دي بتساوي new integer x 2 dimension. كل واحدة فيهم السايز بتاعها بالسايز، لان هي زي ما قلنا ماتريكس. افترض ان انا عايز اعمل ماتريكس مربع، طبعا ممكن اضرب ماتريسيز مش مربعة، بس في المثال بتاعي بقول لك لا احنا هنضرب ماتريكس مربعة. طيب وهعمل نفس القصة تاني للانبوت واي وللاوتبوت زد. كده انا حضرت التلاتة 2 dimension arrays اللي هبدأ اقرا فيهم الانبوتس واللي هطلع فيها الاوتبوت. طيب ابدأ بعد كده اعمل ايه؟ ابدأ اقرا الانبوتس. عايز اقرا الماتريكس زد، فهقول له ماتريكس اكس، فهقول له دخل ماتريكس اكس elements. هقول له في الاول فهعمل ايه؟ هعمل لوب عشان ياخد الرو، يبقى لوب على رو. عدد الروز بكام؟ بالسايز، يبقى طول ما الاي اصغر من سايز واي بلس بلس. خلينا نسمي الفاريبلز رو احسن عشان تبقى معبره اكتر. عود نفسك ان انت اسماء الفاريبلز تبقى معبره على قد ما تقدر، عشان لو حد جه يقرا الكود بعد منك او انت جيت قريت الكود كمان شويه تبقى فاهم الكود اللي انت بتكتبه. فهلف على رو هقول له بعد كده هلف على كولوم جوه الرو ده. فعملت فاريبل اسمه كولوم. كويس. هبدأ بقى هنا اخد الاليمنت اللي في المكان دوت، فهقول له دخل الاليمنت اللي ات الرو الفلاني والكولوم الفلاني. فهقول له اللي في المكان 0، مثلا لو انا في رو 0 وكولوم 0 يبقى رو 0 وكولوم 0. فهقول له ات رو كذا وكولوم كذا. كويس. اخد بقى الانبوت input دوت نيكست انت، هقرا الانبوت من اليوزر. طب الانبوت ده هحطه فين؟ هحطه في الماتريكس اكس اوف رو
وكولوم. يبقى الانبوت اللي هقراه من اليوزر هحطه في المكان رو وكولوم في الماتريكس اكس. طيب وهنا في مشكلة، في زائد هنا ناقص. اوكي طيب كده انا هقرا الماتريكس اكس، هكرر الكود ده تاني عشان اقرا الماتريكس واي، نفس الكود بالظبط. هقرا الماتريكس واي، بس بدل هنا ما كانت اكس اوف رو كولوم هخليها واي اوف رو وكولوم. طيب بعد ما قريت الاتنين انبوتس الاتنين ماتريسيز هعمل ايه؟ هبدأ ان انا اعمل عملية الضرب. عملية الضرب كنا بنعمل ايه؟ نرجع تاني. دلوقتي انا عايز ابدأ املأ element جوه زد، بدأت ب 0 0 0 1 0 2، بعد كده 1 0 1 1 1 2. واضح ان انا ماشي على رو وجوه كل رو بمشي كولوم. يبقى انا هنا برضه هعمل 2 لوبس زي اللي عملتهم فوق بالظبط للرو والكولوم. كويس. دلوقتي انا الجزء ده برضو حاول تحط الكومنتس على قد ما تقدر علشان يبقى كودك واضح. انا هنا هبدا اعمل المالتيبليكيشن، هلف على رو وجوه كل رو هلف على كولوم. طيب هتعمل ايه بقى؟ المفروض هنا اجيب النتيجه المفروض تتحط في زد اوف رو وكولوم. طيب هجيبها ازاي؟ لما مثلا كنت واقف في الرو رقم 2 والكولوم رقم 1، اللي هو عشان اجيب ال 64، الرو رقم 2 والكولوم رقم 1، عملت ايه؟ مسكت الرو رقم 2 مع الكولوم رقم 1 وضربتهم في بعض. طيب ازاي اضربهم في بعض؟ يبقى انا واضح ان انا هحتاج عشان اقدر اضرب الاتنين دولت، دي ودي، الارقام دي ضربتهم وجمعتهم في بعض، يبقى واضح ان انا محتاج لوب برضو عشان الف عليهم element واضربهم واجمعهم. يعني مثلا عملت ايه؟ 2 في 2 ب4، و3 في 20 ب60، و0 في 5 ب0، ورحت جامعهم على بعض. يبقى واضح ان انا محتاج variable اسمه sum مثلا، اللي هيجيب لي مجموع الارقام اللي هضربها دهيت، ولوب علشان الف على الارقام دي بناء على السايز بتاع الماتريكس. انا معرفش، ممكن تكون الماتريكس سايز بتاعها مثلا 5 6 10، فمعرفش السايز بتاعها هيبقى كام، ده بناء على input اليوزر بيدخله. يبقى انا هنا عشان اجيب القيمة اللي المفروض تتحط في مكان معين، عايز اجمع حاصل ضرب الرو المعين من الاكس مع الكولوم المعين من الواي، فهعمل variable اسمه sum الانيشال فاليو بتاعته 0، وهعمل لوب عشان اقدر اجمع واضرب الارقام. طيب اللوب ده هيمشي قد ايه؟ هيمشي بالسايز برضو. لو انا الماتريكس بتاعتي عدد الروز فيها 3 وعدد الكولومز 3، يبقى انا محتاج الف 3 مرات. لو انا كان 5 يبقى هلف 5 مرات وهكذا. طيب هعمل هنا لوب بيبدأ من i ب0 لحد السايز و i بلس بلس. كل مرة المفروض يضرب حاجة في حاجة ويجمعها على الصم. فالمفروض نقول له صم بيساوي صم زائد مين بقى؟ زائد حاصل ضرب حاجة في حاجة، زائد حاصل ضرب ايه في ايه؟ اول مرة ضربنا الاكس عشان اجيب، خلينا نرجع نقول انا عايز اجيب 2 و1، عايز اجيب المكان ده 2 و1، مسكت الرو 2 مع الكولوم 1، يبقى خدت الاتنين دي وضربتها في الاتنين اللي فوق، التلاتة ضربتها في ال20. طيب يبقى عملنا ايه؟ ضربت الاتنين في الاتنين اللي فوق، الاتنين دي مكانها كام؟ 2 و0، ودي مكانها كام؟ 0 و1. وبعد كده طيب يعني خلينا نكتب اللي احنا بالظبط هنعمله. انا هضرب عشان اجيب المكان ده، هعمل ايه؟ هضرب اكس اوف 2 وكام؟ و0 في واي اوف كام؟ واي دي اوف 0 و1. الكلام ده زائد مين؟ زائد اكس اوف 3 في 20. 3 دي مكانها كام؟ 2 و1، يبقى اكس اوف 2 و1 مضروبة في واي اوف كام؟ واي دي
واحد وواحد، واحد وواحد، زائد مين؟ زائد اكس اوف الزيرو ضربتها في الخمسة. الزيرو دي اللي هي كام؟ اتنين واتنين، اتنين واتنين في واي اوف اتنين وواحد. طيب الكلام ده كله بعمله ليه؟ عشان اجيب الاليمنت ده اللي هو زد اوف كام؟ زد اوف اتنين واحد. يبقى انا كل ده بعمله عشان اجيب زد اوف اتنين وواحد. طيب تعالوا نلاحظ بقى، نركز كده في اللي احنا عملناه. عملنا ايه؟ انا عشان اجيب زد اوف اتنين وواحد ضربت الرقم ده في ده وده في ده وده في ده وجمعتهم على بعض. لو لاحظنا هنلاقي هنا اتنين ثابته والاتنين ثابته والاتنين ثابته، اللي هي مين؟ اللي هي الاندكس ده في الزد. ولو لاحظنا هنلاقي الواحد ثابت والواحد ثابته والواحد ثابت، اللي هي مين؟ اللي هي الاندكس ده. وده فعلا اللي احنا بنعمله، ان انا علشان اجيب الاليمنت ده باخد الصف رقم اتنين، الرو رقم اتنين من الاكس، عشان كده على طول هنا اكس اوف اتنين، وباخد الكولوم رقم واحد، الكولوم رقم واحد من الواي، عشان كده الواحد ثابته هنا في الواي. وجوه بقى اللي هي الاليمنت التاني الفاضلين دول اللي هو الكاونتر بتاعي اللي انا شغال، او الاي اللي انا شغال زيرو واحد اتنين وهكذا. تاني علشان اجيب الاليمنت ده زد اوف اتنين وواحد، عملت ايه؟ خدت الرو اتنين مع الكولوم واحد، ضربتهم في بعض وجبت المجموع. فلما جبت شفت انا ضربت ايه في ايه، لقيت نفسي على طول في الاكس بجيب اكس اوف اتنين وزيرو، اكس اوف اتنين وواحد، اكس اوف اتنين واتنين. انا مثبت على طول اتنين، ليه؟ لان انا بجيب الصف الرو رقم اتنين الاندكس بتاعه اتنين، وبضربه في الكولوم من واي اللي الاندكس بتاعه واحد. هتلاقي هنا الواحد على طول ايه؟ ثابت. طيب لو رحنا للكود وعايزين نكتب الكلام ده، يبقى انا هضرب مين في مين؟ هضرب اكس اوف حاجه وحاجه في واي اوف حاجه وحاجه، صح كده ولا لا؟ صح. طيب اكس اوف مين ومين؟ اكس اوف اتنين دي ثابته، اللي هو مين؟ اللي هو الرو اللي انا واقف فيه في الزد. ما اللوب ده هنا اللي هو الرو اللي انا واقف فيه عشان اجيب في الزد، يبقى اكس اوف رو. اكس اوف رو مين؟ وهنا زيرو واحد اتنين، يبقى ده الكاونتر اللي انا بلف بيه، او الاي اللي انا بلف بيه، يبقى اكس اوف رو واي مضروبه في مين؟ مضروبه في واي اوف حاجه وحاجه. واي دي هي بتزيد كل شويه اللي هو الاي بتاعي برضو، يبقى واي اوف اي. وهنا ده الواحد اللي هو كان الكولوم بتاعي اللي انا عايز اجيب له الاليمنت اللي فيه، يبقى هحط هنا وكولوم. يبقى انا علشان اجيب الاليمنت الفاليو في مكان معين، عايزين نجيت element value at z of row وكولوم. انا هنا عايز اجيب الفاليو بتاعت الاليمنت اللي في زد اوف رو وكولوم. انا عامل الاثنين لوب دولت عشان الف على رو وجوه كل رو الف على كولوم واجيب زد اللي في المكان ده، زد اوف رو وكولوم. عشان اجيب زد اوف رو وكولوم عملت ايه؟ خدت الاليمنتس اللي من اكس اللي في رو وفي من واي خدت الكولوم الاليمنتس اللي في الكولوم كولوم وضربتهم في بعض. فعملت لوب لفيت على اليمنت وجبت الصم بتساوي صم زائد الاليمنت اللي في المكان ده وده. طبعا ممكن بدل ما نكتب صم بتساوي صم زائد، ممكن دي تتكتب زي ما قلنا قبل كده صم بلس ايكوال كذا. فانا كده لو مثلا عايز اجيب، لو انا نفترض ان انا دلوقتي عايز اجيب زد اوف اتنين وواحد، هيعمل ايه؟ هيعمل لوب، اللوب ده ماشي من زيرو لحد اتنين عشان السايز بتلاتة، مش هيوصل للتلاتة. هيخش كل مرة الصم يجمع عليه. أول مرة هيجمع كام؟ أول مرة هيخش فيها هتبقى الأي بزيرو، فيعمل ايه؟ فالصم يبقى عبارة عن الصم اللي هو بزيرو زائد اكس اوف رو واي.
انا برضو حالتي هنا الرو بتساوي 2 والكولوم بتساوي 1. هيخش هيجيب اكس اوف رو واي. الرو ب2 والاي ب0، يبقى هيجيب اكس اوف 2 و0 ماشي، يضربها في اكس في واي اوف اي اللي هي ب0 وكولوم اللي هو ب1. الكلام ده المرة الجاية بعد كده اللوب يطلع ويخش المرة اللي وراها الاي بقت ب1، فيقوم يجمع على الصم اكس اوف 2 و1 مضروبة في واي اوف 1 و1. اللوب يخلص يطلع تاني الاي بقت ب2 فيجمع عليها اكس اوف 2 و 2 مضروبة في واي اوف 2 و1. جميل. بعد ما يجمع التلات عمليات، هيعمل 3 عمليات ضرب ويجمعهم، يبقى ساعتها طلعت من هنا الصم. الصم ده المفروض هو هتكون الفاليو اللي المفروض تتحط في زد اوف مين رو وكولوم. يبقى الزد اوف رو وكولوم بتساوي ساعتها الصم اللي انا عملت فيه حاصل الضرب. تاني في الجزء بتاع المالتيبليكيشن ده عملت، انا دلوقتي عايز اجيب element جوه الماتريكس دي، element ده وبعد كده ده وبعد كده ده، فهمشي على رو وجوه كل رو هجيب كولوم. وكل element في ماتريكس زد كان عبارة عن حاصل ضرب الاليمنتس اللي في الرو معين في الاكس مع الارقام اللي في كولوم معين من الواي. لو خدنا بالنا هنلاقي ان احنا الكود اللي كتبناه فيه 3 لوبس، 2 لوبس الاول علشان الف على كل element في الاري 2 دايمنشن. انت لما يبقى عندك اري 2 دايمنشن وعايز تلف فيها سواء تكتب فيها او تقرا منها بتحتاج 2 لوبس. وبعد كده لوب تالت علشان اعمل عمليه الضرب واجمع الارقام اللي كانت مع عمليه الضرب ديت، وفي الاخر هطلع زد اوف رو وكولوم. بعد ما عملنا عمليه الضرب اخر حاجه عايزين نعملها ان انا ابرنت بقى الاوتبوت، ابرنت الماتريكس زد النتيجه بتاعتي. فعشان اطبع ماتريكس 2 دايمنشن برضو محتاج 2 لوبس هلف على الروز والكولومز. طيب وجوه اللوب ده هعمل ايه؟ هبرنت زد اوف رو وكولوم ماشي، وهطبع بعد منه سبيس كده عشان متبقاش الارقام لازقه في بعضها. وبعد ما اخلص كل رو هبرنت لاين فاضي ماشي كويس. طيب في هنا ايرور. ايه الايرور اللي عندي؟ واضح ان في قوس زياده عشان القوس زياده. فبعد كل لاين بطبع الماتريكس بطبع سطر بقول له برنت لاين علشان انزل سطر الجديد المره اللي وراها. طيب تعالوا نرن البروجرام بقى ونشوف ايه في الاخر اللي هيحصل. عملت رن البروجرام قال لي دخل الماتريكس سايز، هقول له 3 ماشي كويس. قال لي دخل الاليمنت بتاعت ماتريكس اكس، دخل الاليمنت اللي في 0 و0. هدخل اي ارقام بقى 1 2 3. بعد كده قال لي دخل الاليمنتس اللي في 1 و0. بعد كده الاليمنتس اللي في 2 و0. كده دخلت ماتريكس اكس. كده هنا في الكود هو خلص الجزء ده اللي بيقرا فيه الماتريكس اكس. هيبدأ بعد كده ياخد مني الماتريكس واي يقراها مني. هدخل نفس الارقام برضو. كده دخلت الماتريكس واي. بدأ بقى يعمل المالتيبليكيشن، طلع الزد، يعمل كل element في زد، وكده في الاخر عمل لهم برنت. واتفرجنا على النتيجة هتلاقي دي نتيجة الماتريكس المالتيبليكيشن 30 36 40 وهكذا. طلع لي برضو ماتريكس 3 في 3 ودي الارقام اللي فيها. شفنا في الحلقة ديت ازاي انا ممكن اعمل operations على array 2 dimension. قريت 2 array 2 dimension عملت عليهم عملية ضرب. مفيش مشكلة ان يبقى عندك
كذا لوب جوه بعضها. احنا في الحلقه دي شفنا 3 لوبس جوه بعضهم. ما تفكرش في المساله في الاول ان هي عباره عن كام لوب جوه بعض، لا امشي خطوه خطوه، واكتب خطوه خطوه، وهتلاقي ان الكود في الاخر بيركب على بعضه. ما تحاولش ان انت تفكر في المساله كلها من الاول هتعمل فيها ايه. وفي الاخر خالص عملت برنت للماتريكس ال2 دايمنشن.